رأينا اليوم كيف أن الجزائر استطاعت الحصول على عضوية مراقب في مجلس الأمن الدولي. ولما نقول مجلس الأمن الدولي نقول العشرة الكبار في العالم، يعني أن الجزائر أصبحت لديها سلطة إبداء رأيها ومناقشة مختلف القضايا العالمية. وطبعا هذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بعد جهود كبيرة وحديثة قامت بها الدبلوماسية الجزائرية ووزارة الخارجية، إضافة إلى دوائر صناعة القرار الكبرى في الجزائر، يعني حيث استطاعت الجزائر من الحصول على أغلبية الأصوات، باستثناء معارضة دولتي الكيان الصهيوني وبعض الدويلات التي تعد على أصابع اليد من الدول التي تسير أو تدور في فلكهما. فأنا قمت بذكر دولتي الكيان الصهيوني لأنه في الفترة الراهنة أو في عالم ما بعد الحرب الباردة أصبح هناك كيانان صهيونيان وليس كيان واحد. فالكيان الكلاسيكي المتعارف عليه، يعني الكيان الصهيوني التقليدي المتواجد في منطقة الشرق الأوسط، هو يعني متفق عليه، إضافة إلى الكيان الصهيوني الجديد أو المستحدث في شمال إفريقيا، ونقصد هنا تحديدا دولة المغرب. فدولة المغرب هي الدولة الوحيدة في العالم التي مستشار الملك يوضع يعني أو يعين من قبل تل أبيب، يعني من طرف الكنيسة الإسرائيلي في تل أبيب. ف مثلا مستشار الرئيس في الجزائر هو جزائري، مستشار الرئيس الأمريكي في أمريكا هو أمريكي، مستشار مثلا رئيس الهندوراس هو هندوراس من دولة الهندوراس. إلا في المغرب فمستشار الرئيس يعين أو يرسل من قبل الكيان الصهيوني في إسرائيل أو من طرف الكنيسة الإسرائيلي. فاللوبي الصهيوني قد تغلغل بشكل كبير في دوائر صناعة القرار في المغرب وفي البلاط المغربي. فقرارات يعني القوانين التي يقوم المخزن المغربي بإصدارها ما هي إلا عبارة عن توصيات وقرارات وأوامر تأتي من تل أبيب. فدولة المغرب أو المخزن المغربي حاليا، يعني أو بعبارة أخرى، فالمغرب حاليا قد تصاين، الشعب المغربي تصاين، الملك المغربي تصاين، مستشار الرئيس تصاين، نواب البرلمان في المغرب تصاينوا. يعني المغرب الآن أو الشعب المغربي أقل ما يمكن القول عنه أنه يعني شعب بلسان عربي وبفكر صهيوني. ولاحظنا كيف قام يعني رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش يعني بتعزية دولة الكيان الصهيوني بعد العملية الكبيرة والمشرفة التي قام بها الجندي المصري، وقتل على إثرها 3 جنود صهاينة. يعني بالمنطق كيف لدولة عربية أن تعزي يعني دولة محتلة وغاصبة يعني ودولة إرهابية؟ فهنا يعني نستخلص بأن يعني دولة المغرب ما هي إلا ولاية يعني من ولايات الكيان الصهيوني هنا في شمال إفريقيا. كذلك السياسة التي ينتهجها المخزن المغربي ما هي إلا امتداد لسياسة الكيان الصهيوني في تل أبيب. فدولة الكيان الصهيوني في تل أبيب تنتهج
سياسة توسعية، يعني وتؤمن بفكرة ونظرية أن دولة إسرائيل الكبرى تمتد من منطقة الشرق الأوسط إلى الخليج. ونحن نعلم كيف جاءوا بفكرة مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يمتد من الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وصولا إلى منطقة شمال إفريقيا. وهذه هي نظرية التوسع التي يؤمن بها الكيان الصهيوني، ويرى بأن أرض إسرائيل الكبرى كما يسميها الكيان الصهيوني تشمل كل منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وصولا إلى شمال إفريقيا. وهذا هو نفس المنهج الذي ينتهجه المخزن المغربي الذي يرى أو يؤمن بنظرية أن أرض المغرب تمتد إلى أراضي تندوف وبشار في الجزائر. فالمغرب لديها يعني سياسة أو استراتيجية أو عقيدة أو أيديولوجية توسعية. يعني لو يحس المغرب أو دوائر صناعة القرار في المغرب بضعف الجزائر، يعني لن يترددوا ولو لثانية واحدة في غزو واحتلال الجزائر. فالشيء الوحيد الذي يمنع المغرب من الاعتداء على الجزائر هو قوة الجيش الجزائري وتفوقه. فالجزائر تتفوق بكثير عسكريا على المغرب، وخاصة يعني فيما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية. فمن حيث القوة القتالية الجيش الجزائري يعني يتفوق بكثير على الجيش المغربي. وكذلك من حيث التسليح، فالجيش الجزائري نوعية وطبيعة الأسلحة التي يحوز عليها تفوق كثيرا نوعية الأسلحة التي يمتلكها الجيش المغربي. وهذا هو السبب والدافع الوحيد الذي يمنع المغرب من الاعتداء على الجزائر. وفي الأخير عاشت الجزائر شعبا وحكومة وجيشا ورئيسا. وتحيتنا الكبيرة إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري. سلام.